قومي شوفي بيتك، خلصي طبيخك، اعملي حاجة حلوة لعيالك، ذاكري لعيالك، روحي هاتيهم من الحضانة وتعالي او من المدرسة كده. يعني غيري في يومك عشان ما تحسيش بملل، وفي نفس الوقت لما تصحي بدري تلاقي حاجة تعمليها. ما هو مش تصحي بدري وبصي في السقف، اصحي بدري وقومي شوفي وراكي ايه. تمام. انا طبعا عارفة ان في ناس كتير بتعمل زيي، انا بقول بس للبنوتات اللي لسه الصغيرين بنصحهم. تمام. اللي لسه هتفتح بيت او اللي لسه فاتحة بيت قريب، فانا بقول لكم على النصايح دي عشان بيتك يبقى سعيد وفي راحة بال وانتي نفسك تبقى نفسيتك مرتاحة وتعيشي سعيدة ومبسوطة وراضية. فاعملي زي ما بقولك كده، ادي لكل حاجة حقها، ادي لبيتك حقه، ادي لنفسك حقها، ادي لجوزك حقه، ادي يعني كل واحد اديله حقه. تمام. وطبعا نفسك اهم حاجة عشان تقدري ترضي الاخرين وتسعديهم، لازم تكوني بتسعدي نفسك. انا والله بالنسبة لي السعادة في ان انا اكون بعمل ايه، بنظف بيتي، بعمل حاجة حلوة ياكلوها في البيت، بعمل أكلة حلوة، بهتم بنفسي، بشتري حاجة جديدة، بتكلم معاكم في الكومنتات. يعني السعادة مش شرط تبقى حاجة تجيبيها، حاجة تشتريها او كده. انتي خلقي السعادة لنفسك، حسي بالسعادة في كل حاجة بتعمليها، حتى في تنظيف بيتك. انا ببقى فرحانة قوي لما البيت يبقى مكركب وانضفه، بحب الاحساس ده. هو يعني هو كده بالنسبة لي مكركب بصراحة، لما انا بوريكم قبل وبعد ما اخلص فبيبقى بالنسبة لي مكركب. انا طبعا ما فرشتش الحاجة معاكم عشان اعملها معاكم في الفيديو ان شاء الله اللي بعد ده، اللي هو بتاع الغدا، ونعطر بقى البيت سوا ونحط التاتشات النهائية بتاعتنا ونشوف ورانا ايه نعمله. بس انا مرضتش بقى اعمله معاكم في الفيديو ده، يعني ان انا اكربس اليوم كله في فيديو واحد. إم، عشان يعني ما يبقاش طويل وفي نفس الوقت يبقى فيه تغيير. تمام. الروتين ده بقى تحفيزي قوي، يعني ما تقولوش. شايفين الشمس عاملة ازاي؟ الحمد لله عندي في البيت هنا الشمس بتدخلي من كل حتة ما شاء الله بجد. يعني حتى احنا الجو برد وفي هوا جامد وكده، بس شوفوا الشمس يعني ما شاء الله. لازم الشمس تدخل بيتك، لازم الشمس تدخل اوضة النوم. الإقامة بتاعت الظهر اهي. فيعني احنا لسه بدري قوي. يعني شوفوا انا خلصت بيتي وفطرت وبعمل لكم الفيديو، وكمان لسه الظهر اهو بيقول. فدي الإقامة. ولو كنت المونتاج اللي قبل ده ما بص، يعني ما بوظتوش، كان زماني عملت لكم الفيديو ده نزل من ساعة مثلا. تمام. لان انا بمنتج فيه بقالي حوالي ساعة ونص. يعني انا بصوره في ساعتين ثلاثة مثلا ومنتجه في ساعة ونص مثلا، وافضل بقى يعني بجد المونتاج ده بيتعبني اكتر من التصوير. انا ما بحبش ابدا حكاية المونتاج دي. وعندي على فكرة كين ماستر، بس مش بعرف ان انا اعمل عليه، يعني استخدمه حلو قوي، يعني مش بعرف. ولا حتى ده بعرف استخدمه الفيديو شو ده. بعمل بقى كده ايه، خلصت. معلش غبت عنكم، مش فاكرة انا وصلت معاكم لفين والله. ف كان بس اخويا بيخبط عليا، كان بيسألني على حاجة. عايزة اقول لكم بقى ايه. خلصت هنا الحمام. انا بعمل ايه في الاخر بعد ما بخلص الحمام خالص عزكم الله؟ المية اللي بغسله بيها بحط فيها فينيك. تمام. ممكن تحطي ديتول او اي حاجة، بس انا بحس الحمامات بالفينيك، هو الفينيك للحمامات بيطهرها وبيعقمها وبيخلي ريحتها حلوة. انا بحب الريحة دي اللي هي زي ما يكون ريحة التعقيم دي، بحبها، بحب الريحة دي. فانا بحب ريحته في الحمامات بصراحة، بيخليني احس بالتعقيم كده والنظافة. فانا يعني حطيت في المية فينيك وبشطف بيها بقى كده الحمام. خرجت بقى كده على الطرقة بتاعة الاوض علشان امسحها. ما كنتش انا بقى ليه فتحت المكنسة وكنت كنست الطرقة دي بالمقشة العادية، عشان كان لسه اخويا وجوزي نايمين، ما كنتش عايزة اصحيهم. لو كانوا صاحيين كنت هكنس بالمكنسة، بس انا كنست بالمقشه عشان ايه، ما ازعجش حد. مش عشان انا صاحيه بدري ازعج كل اللي في البيت، لا، انا برضو بشتغل وكده، بس